فيديو النهارده هتكلم عن افضل 10 افكار في اصدار المشاريع، مش بس من الماكس، في مجال ال3 دي عموما. هتميز شغلك، ولما تيجي تقدم الافكار دي للعميل يعرف انك ما بتهزرش وانك في مستوى متقدم جدا. وكمان تقدر تحط كذا عرض سعر في الكوتيشن بتاعك اللي هتقدمه للعميل. هبتدي معاكم بالحاجات الخفيفه، بعد كده نخش على التقيل يا معلم. وفي شويه هدايا حلوه صغيره كده في الفيديو ده، يا رب تعجبكم. بمناسبه الهدايا، انا كنت عامل فيديو عن ازاي تعمل انيميشن احترافي من الماكس، وفي هديه محترمه ثمنها 15000 جنيه. خشوا شوفوها، مش بهزر، ده ثمنها فعلا. الفيديو هيظهر في الاي اللي فوق هنا. قبل ما نبدا اشوفكم بعد الانترو الجديد بتاعي. كوبايه النسكافيه بتاعتك وركزوا معايا لان الفيديو ده مهم جدا. افضل 10 افكار في اصدار المشاريع انا شخصيا بستخدمهم، وافضل المواقع العالميه بتستخدمهم. اول فكره انا مسميها ستاندرد، ودي ابسط واسهل فكره. هنا هتركز على المشروع بس، مش هتعمل اي حاجه في البيئه المحيطه، لانك هتحط المشروع على خلفيه بيضاء. بخصوص الناس اللي بتكون البيئه المحيطه للمشروع على السريع وبتظهر خط الافق وبتكروت الشغل وتعمل حاجه اي كلام نظرا للسعر القليل، ما تعملش كده ابدا. حط المشروع على خلفيه بيضاء، هيطلع احسن بكتير وشكله مودرن في العرض، ومش هتبذل مجهود كبير. اظهر بس الظلال بتاعه المشروع عشان يبقى شكله رياليستيك. ولو عايز تعمل حركات دلع، حط دايمنشن او حط البلانك ارضيه، او اعمل بوستر وضيف المخططات ومعلومات المشروع بالشكل ده. هتطلع شكلها حلو جدا. ساعات العميل بيطلب منظور بسيط، مش عايز شغل كتير، وبيكون مستعجل، فده هيكون اوبشن كويس للعميل. ما تشغلش بالك بالبيئه، خلصت مشروعك خلاص، انت كده خلصت. طريقه سهله وسريعه وما ضيعتش فيها وقتك. وعلى فكره مش هيبان ان في كروته لو انت مكروت، بس ما تكروتش. الفكره الثانيه انا مسميها برو. انا لما بعمل كوتيشن او عرض سعر بحط الستاندرد والبرو باسعار مختلفه، وهنا بنبني البيئه المحيطه للمشروع عشان يظهر بشكل بروفيشنال زي ما كلنا بنعمل. سواء هيكون المشروع مبني بالكامل فول CGI من الماكس، او هيكون اركتكتشر فيجواليزيشن وتعمل عمليه البوست برودكشن وتركب البيئه على الفوتوشوب. طبعا هتعمل بقى هنا طرق واسفلت وتفاصيل الشارع ومباني وما الى ذلك، وهتضيف تفاصيل اكتر هنا. انا كنت شاري موديل لاشكال مختلفه هتساعدك وانت بتعمل تفاصيل الطرق والشوارع، هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت. هتلاقوا عندي كمان على صفحه الفيسبوك. رقم 3 3D ستوديو لايت. وهنا لما بحب اعرض منتجات صغيره، يعني ما ينفعش احط مبنى كبير، اكبر حاجه تكون بحجم عربيه او كونتينر مثلا. اللوك اللي بيطلع هنا من الاستوديو سينيماتيك شويه، وبيظهر تفاصيل الموديل زي ما انتم شايفين. وعشان تحقق اللوك ده بتحط المنتج او الموديل بتاعك على باك دروب بتاع التصوير، وده سهل تعمله على الماكس. وبتحط 3 مصادر اناره اساسيه. كي لايت هي الإنارة الأساسية وبتكون على زاوية 45 درجة. تاني مصدر فيل لايت، بتبقى قوة النور أقل شوية من الكي لايت عشان يعبي الأماكن المظلمة، وعادة بتبقى أبعد شوية وعلى زاوية 45 درجة برضو. المصدر التالت باك لايت، وده بينور الإيدج أو حواف الموديل. ده التوزيع الستاندرد، تقدر تضيف إضاءات لو عايز تعمل لوك معين. والإنارة المستخدمة كلها هنا هتبقى سوفت لايت مش هارد لايت، يعني الظلال هتكون ناعمة مش حادة. طبعا النتيجة النهائية اللي بتطلع هنا تحفة بجد، لانها بتظهر جمال الموديل وتفاصيله. ولو طورت نفسك اكتر وعملت انيميشن كده، انت دخلت في مجال الموشن جرافيك. 3D ستوديو لايت هي طريقه متقدمه في اظهار الموديلز الصغيره بشكل سينمائي. رقم 4 3D مايكرو وورلد او 3D ايزومتريك. والافكار دي اصلا ظهرت من الموشن جرافيك. ميزه انك بتتعرف على باقي المجالات اللي حواليك بيفتح لك سكك وافكار ابداعيه روعه. وهنا انت بتعمل الكتل الاساسيه 3D وبتضيف شكل مستطيلي بيكون ريفرنس او فوتوشوب تمبلت عشان هتركب عليه التصميم. وممكن تعمل الفكره كلها بالفوتوشوب، والتصميمات اللي زي دي سهله جدا وبيكون شكلها روعه في الاخراج. هسيب لكم الفوتوشوب تمبلت تحت في الديسكربشن. رقم 5 وهو اخراج ريندر بانورامي بتقنيه 360 درجه. طبعا مفيش حد ما عملهاش. بتدي حريه اكبر للعميل انه يتجول في المكان من جميع الزوايا، افضل من الصور الثابته. هي صوره واحده تغطي المكان كله. انا بستخدم موقع راوند مي، مش عارف ليه بقاله كام يوم مش شغال، بس المميز في الموقع ده انك تقدر تتنقل في كذا مكان، يعني تدخل في غرفه تانية وتتفرج عليها 360 درجه برضه، وكمان تعرض اعمالك فيه وتستخدمه كبورتفوليو وناس كتير تتفرج على شغلك. خلوني اوريكم عملي ازاي تطلع صوره 360 درجه من الماكس. اول حاجه تعملها انك تحط الكاميرا في نص المشهد. اذا هتشتغل على الفي راي هتروح من ريندر سيت اب، في راي، انزل تحت شويه هتلاقي كاميرا. من تايب تختار سفيريكال وتدوس على اوفر رايت فوف وتكتب 360. واذا هتشتغل على كورونا ريندر، لو حطت كاميرا عاديه او فيزيكال كاميرا هتستخدم موديفاير كورونا كاميرا مود، والموديفاير هتستخدمه على الكاميرا نفسها. ومن عند كاميرا بروجيكشن هتضغط على اوفر رايت وتختار سفيريكال، او تريح نفسك وتستخدم كورونا كاميرا على طول. ومن عند بروجيكشن اند في ار عند تايب تختار سفيريكال 360. واخر حاجه اتاكد من الريزوليوشن يكون الويدث ضعف الهايت، يعني العرض ضعف الطول. لو ما عملتش كده الصوره مش هتطلع على اي منصه. وكمان تعلي الريزوليوشن هنا، يعني مثلا 6000 في 3000 واكتر، لان الصوره هتبقى زوم هنا لما تتفرج عليها 360 درجه. بس كده الموضوع سهل. ندخل على رقم 6
فوتوجرامتري او المسح التصويري، سمعتوا عنها قبل كده؟ طيب لازم تعرفوا ان في طريقتين لعمل اي 3D موديل. الطريقة الأولى المعروفة وهي عمل 3D موديل مانيوال باستخدام برامج 3D زي الماكس والمايا والسينما 4D. الطريقة التانية وهي سكانينج فيزيكال اوبجكت، انك تعمل سكان على مجسم موجود في الحقيقة، يعني تصوره من جميع الزوايا وكل صورة تكون اوفرلاب من 60 إلى 70%، يعني كل صورة واخدة من اللي قبلها 60% عشان البرنامج يفهم ان دي تكملة لدي. وببرنامج زي رياليتي كابتشر، 3D فلو، بيكس 4D، دي كلها برامج مدفوعة. في برامج مجانية زي 3DF زيفر، مشروم، فيجوال SFM، هم أبطأ شوية بس فري، والبرامج دي بتكون المجسم 3D من غير ما تعمل أي حاجة في الموديلينج على حسب جودة السكاننج. خلوني أوريكم حاجة عشان أعرفكم مدى أهمية التقنية دي. دي مدينة في موقع تربوسكويد اتعملت بطريقة المسح التصويري، طبعا مش بالسهولة دي، اللي عملها أخد وقت طويل ممكن أكتر من شهر عشان يغطي المنطقة بالكامل بالدرونز. في علامات تعرفك إنها 3D سكان. خد بالك من الشجر، هتلاقيه ملزق تحس إنه شبه الفشار كده، ولو ركزت شوية هتلاقي المباني مكسرة بالشكل ده، وده لأن المساحة كبيرة جدا، وعلى حسب جودة الدرونز كمان. بيكون في عيوب في الموديلينج تحديدا مع المساحات الكبيرة، كل ما المساحة أصغر كل ما هتبقى الجودة أفضل لأنه هيعرف يغطي المنطقة كويس. دي كلها مدن اتعملت بطريقة المسح التصويري، معظم المدن هنا 3D سكان. بصوا بقى الأسعار هنا، دي مدينة بيعها ب$800 والمدينة دي ب$1000. بتفكر في اللي بفكر فيه؟ عرفتوا الناس دي ازاي بتجيب فلوس؟ عرفتوا أهمية الدرونز اللي للأسف ممنوعة في مصر؟ طب ايه، مش هنعرف نستخدم الطريقة دي بعد كل ده؟ أكيد هنستخدمها بس في مجسمات أصغر. لو مهتمين بالموضوع ده وازاي نجيب فلوس من ال 3D عرفوني في الكومنتس تحت. رقم 7، 3D انيميشن. بصوا بقى، انا عايز اقول لكم على حاجه لازم تعرفوها عن الانيميشن، تحديدا الانيميشن المعماري. انتوا بتعملوا انيميشن ازاي؟ العميل بيقول لك انا عايز انيميشن على السريع، انت بتخلص شغلك على الماكس وتروح للوميون، تك تك بسرعه بدون دراسه، ركب اي موسيقى، اتفضل. الطريقه دي بنحتاجها وكلنا بنعملها عشان نوضح الفكره للعميل، انا معاكم. بس مش ده الطبيعي، لازم تعرفوا ان اسعار الانيميشن الاحترافي عاليه وبيتحاسبوا بعدد الثواني. انت عشان تبدا الانيميشن في خطوات ومراحل بنعملها واسئله بنسالها للعميل عشان نطلع فيديو احترافي. بيكون في طريقه اخراج، بدايه ونهايه، والفيديو مود، وحركة الكاميرا، وترانزيشن معينة بين اللقطة والتانية، وبنشتري موسيقى مرخصة ليها حقوق ملكية وفكرية عشان العميل يستخدمها في أي منصة من غير ما يجيله سترايك أو إنذار. وكمان عندك كتابة السكريبت وإضافة معلومات ودايمنشنز وموشن جرافيك في الفيديو، وطبعا بشارك مع العميل الشوتنج ليست عشان يبقى العميل متابع معايا خطوات العمل لتجنب التعديلات، لأن الأنيميشن غلطة فورة. وأخيرا مرحلة المراجعة عشان نطلع فيديو سينمائي احترافي مدروس. في مواقع بتقدم الخدمات دي بأسعار عالية جدا عشان بس تطلع فيديو احترافي يطلع في الإعلانات والتلفزيون. أنا اتعاملت معاهم واشتغلت معاهم كمان وعارف بيفكروا ازاي. ان شاء الله هنقل لكم خبرات واسلوب عمل الشركات دي، وهعرفكم كل التريكات والفنيات اللي شغاله بيها المواقع العالميه اللي بتقدم الخدمات دي، فبلاش تقللوا من مجهودكم من القيمه الحقيقيه لسعر الانيميشن. وان شاء الله فيديوهاتي الجايه هتكلم عن كل حاجه في الموضوع ده لان الموضوع يطول شرحه. رقم 8، ريل تايم اركتكتشر. دخلنا على الجيم انجن، وهنا انا بستخدم محرك الالعاب الغني عن التعريف انريل انجن، والنتائج اللي بتطلع هنا قويه جدا، مستوى تاني في الاظهار المعماري. طيب انت كمهندس هتستفيد ايه من النوع ده من البرامج؟ في 3 افكار جديده في الاظهار المعماري هتلاقيها بس في محركات الالعاب، مش هتلاقيها في اي مكان تاني. اول فكره ان العميل يتجول ويتمشى في المكان اللي انت صممته، ويغير في الخامات والالوان، ويفتح الابواب ويطفي ويشغل النور كانه جوه المكان، ويقدر يتفرج على التصميم من الكمبيوتر او التابلت او حتى الموبايل. وده بالنسبه للعميل افضل من الصور، وحتى افضل من الانيميشن لانه هو اللي بيتحرك. الفكره الثانيه، تخيل معايا ايا يكن المنتج اللي انت هتعرضه، انت حاطط المنتج في الاستوديو بالشكل ده، والعميل بيبتدي يتحرك ويلف حوالين المنتج ويتفرج عليه ويلعب في اعدادات الاستوديو، جايز عايز لقطه معينه ياخد لها ريندر، مش محتاجك بقى خلاص، بقى عنده كل حاجه تخليه يتحكم في المنتج. طب بلاش ده كله، ايه رايك لو العميل يلبس نظاره VR، مش بس يتجول في المكان، لا وكمان يغير في توزيع الفرش بنفسه. لا مش كده وبس، وكمان تدخل انت والعميل في نقاش داخل التصميم اللي انت عملته، يعني كل واحد يدخل بافاتار خاص بيه وبتتجولوا في التصميم وتتكلموا مع بعض كانكم جوه المشروع، وطبعا كل ده ريل تايم بواقعيه عاليه. عرفت تقول لي مميز الجيم انجن؟ فدي كلها حاجات بتوفرها لك محركات الالعاب، مش هتلاقيها في مكان تاني. رقم 9، ماتش كاميرا. وهنا تقدر تحط اي 3D موديل في الصور كأنها حقيقي، تحط مثلا عربية مش موجودة في الشارع، او تصور سطح وتحط تصميمك عليه. وانا استخدمت الطريقة دي كتير في شغلي. احيانا العميل بيطلب انك تحط التصميم على صورة هو مصورها، يقول لك حط لي المشروع على حتة ارض فاضية موجودة في الصورة. خلوني اوريكم مثال عملي ونروح للماكس. دي عربية مرسيدس بنز، ربنا يرزقنا ويرزقكم، اللي هركبها في الصورة دي، وهتبقى في نص الشارع هقطع الطريق. المهم زي ما انتم شايفين اللقطة ليلي، وهحاول نحاكي الانفايرمنت ده. نرجع بقى للماكس، هي خطوات سهلة جدا. اول حاجة احنا عايزين نحط الصورة اللي هتبقى في الباك جراوند، هنختار من فوق فيوز، فيو بورت باك جراوند،
configure viewport background وندوس على use file وتحط الصورة هنا. طيب نحاول نظبط زاوية العربية مانيوال دلوقتي، بس قبل ده عايز اعرف مقاس الصورة كام بالظبط من الفوتوشوب. image size اوكي 4000 في 3000 بكسل. ضروري بقى نحط المقاسات دي في الماكس عشان تحاكي الصورة بالظبط. كده مظبوط. نحط بقى العربية كده في نص الشارع، نقطع الطريق عشان دي منطقة شغل، اي حد عايز يعدي ما ينفعش، احنا عندنا درس. طيب هنروح عند utilities وما تلاقيهاش هنا، وده بقى عيب اللي مش محضر الدرس من الاول. طيب هدوس على الزرار اللي مش باين ده اللي اسمه configure button sets وهنضيف مكان الزرار، وتنزل تحت شوية هتلاقيها باسم perspective match، هي دي هتحطها هنا. هتدوس عليها وتدوس على show vanishing lines، دي بقى وظيفتها انها تظبط البرسبكتيف بتاع الكاميرا على حسب فتحة العدسة. الناس اللي عندها كاميرا DSLR هتفهمني، احنا دلوقتي بنحاكي فتحة العدسة بتاعت الصورة دي وبنظبط الخطوط بالشكل ده، وبكده تكون معانا نفس زاوية الكاميرا بتاعت الصورة والعربية تبقى زاويتها مظبوطة. طيب شكرا. هايد. بعد كده نعمل كنترول سي ونثبت الكاميرا بتاعتنا، ندوس بي عشان اطلع من الكاميرا. زي ما انتم شايفين كده في الصورة في اضاءة جاية من فوق هنا وفي اضاءة جاية من الشمال. ضروري اننا نحط اضاءات في الاماكن دي عشان تنور العربية، ده لازم عشان اللقطة تطلع واقعية. انا حطيت مصدرين انارة، واحدة فوق والتانية على الشمال، نفس مصادر الانارة بتاعت الصورة. خلينا نقلل الريزوليوشن ونعمل ريندر ونشوف احنا عملنا ايه. اوكي العربية بس اللي باينة، محتاجين ان الصورة بتاعتنا تبان عشان نعرف نشتغل. هدوس رقم 8 واحط الصورة في الانفايرومنت ماب، بيت ماب، واختار الصورة. وما تنساش تحط الصورة في الماتيريال انستنس وتختار سكرين علشان تظهر بالشكل ده. نعمل ريندر تاني ونشوف حصل ايه. هو دلوقتي واخد الاضاءات والانعكاسات من نفس الصورة، لا احنا مش عايزين كده، انا عايز احدد له الانارة والانعكاسات من مكان تاني. هنروح لريندر سيت اب، V-Ray Environment وتدوس على GI Environment و Reflection and Refraction Environment، وحدد له انا ياخد منين الانارة والانعكاسات. بالنسبة للانعكاس من المفترض انه ياخد الانعكاس من صورة 360 درجة من نفس المكان، وطبعا بما انها مش معانا فهنعمل حركة كده تمشي الدنيا. هروح للماتيريال وهنسخ الصورة مرة تانية، والمرة دي هختار Spherical كأنها صورة محيطية واحطها في Reflection and Refraction Environment. وبالنسبة للجي اي Environment اختار لون وسط بين الابيض والاسود واعمل ريندر نشوف عملنا ايه. بس قبل الريندر نروح للريندر Elements واجيب الفي-راي لايت ميكس واتأكد اني مختار من الجي اي بروت فورس عشان يشتغل واعمل ريندر. طيب حلو قوي، دي مصادر الاضاءة اللي موجودة في المشهد دلوقتي، اقدر اعلي واظبطها من هنا. كده ناقص حاجة مهمة جدا وهي ظلال العربية. هنعمل بلان واروح للماتيريال واجيب في-راي ماتيريال الاول واشوف لو هعمل انعكاس خفيف. بعد كده اجيب اهم خامة عشان الظلال، ادوس بس keep old material اسمها V-Ray Material Rubber، والخامة دي هتاخد الظلال فقط بحيث لما اخد العربية PNG تيجي معايا الظلال فقط من غير ما اخد الارضية كلها. فاهمين قصدي؟ هختار هنا Matte Surface، Matte for Reflection and Refraction والشادو والأفكت ألفا، واحط -1 في الألفا Contribution عشان ياخد الظلال بس مش الأرضية كلها. ومن برايتنس احط 0.8 عشان الظلال ما تبقاش سودا جدا. بس كده، واحط الخامة في الأرضية. ومن ديسبلاي اختار ديسبلاي اس بوكس عشان الأرضية ما تضايقنيش وانا شغال. اروح للكاميرا واعمل ريندر. حلو قوي الكلام ده. اعلى ريزوليوشن واعمل ريندر نهائي. بصوا لو شفت الصورة بالالفا تشانل هتلاقي العربية والظلال فقط، ودي أهمية الماتيريال اللي اسمها V-Ray Material Rubber. هنعمل سيف بامتداد PNG، نروح للفوتوشوب وندمج الصورتين مع بعض ونعمل Color Correction ونحط نويز في العربية لأن الصورة الأصلية فيها نويز كتير.
ودي النتيجة النهائية. طبعا كان ممكن تطلع احسن من كده بس عشان وقت الفيديو. الدرس مش تكنيكال قوي، انا مركز على موضوع الحلقة. رقم 10 واخر رقم معانا ماتش موفينج. ده بقى مستوى متقدم ونتائجه قويه جدا. ماتش موفينج هو نفس الماتش كاميرا بس فيديو. مثال، ده فيديو انا صورته بالموبايل في المكان اللي كنت شغال فيه سابقا، ومدير الشركه قال لي انه عايز يحط كونتينر في المكان ده كانه موجود في الشركه، وكانت دي النتيجه. ازاي ده اتعمل؟ ده انيميشن اتعمل من الماكس، بس عشان يتحط في الفيديو بالشكل ده محتاجين ندخل حركة الكاميرا اللي في الفيديو جوه الماكس. يعني وانا بصور الفيديو انا اتحركت من مكان لمكان، انا بقى عايز الحركة دي عندي في الماكس، وساعتها اقدر احط اللي انا عايزه. عربية، طيارة، او مخزن، او مثلا العملية دي اسمها كاميرا تراكنج. استنوني الفيديو اللي جاي لان هشرح الماتش موفينج بالتفصيل لانه مهم. تخيل بامكانيات الماكس ممكن تعمل فيديوهات رهيبة جدا، عشان كده بقولك ده مستوى تاني. وكمان صناعة الافلام بيستخدموا الطريقة دي دايما. بس كده دول كانوا افضل 10 افكار في اظهار المشاريع بطرق ابداعيه مختلفه، انا شخصيا بستخدمهم في شغلي، والافكار دي انا عرضت منها شويه في الويب سايت بتاعي. الفكره انك تدي مساحه للعميل انه يختار الطريقه اللي تعجبه في التصميم. خدوا بالكم ان عنصر الابهار مهم جدا في شغلنا، تحديدا في المشاريع الكبيره، لان ده اللي هيخليك مميز في السوق، وغير كده ان دي هتكون اضافه كبيره في السي في بتاعك. عايزكم تركزوا معايا الفتره اللي جايه، لان زي ما وعدتكم اني هقدم محتوى قوي، وان شاء الله هنقل لكم خبرات واسلوب عمل الشركات الكبيره، وهعرفكم كل التريكات والفنيات اللي شغاله بيها المواقع العالميه اللي بتقدم الخدمات اللي احنا اصلا بنعملها. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان قناتي تكبر بدعمكم ان شاء الله. شكرا جدا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.